شوال الرز يا جماعه طلع يهاجم مدرس مصري، هم يقولوا احنا اكتشفنا عندنا رسمه الجمالين وعمرها 12000 سنه. ده عمر الجمالين ولا عمر الرسمه يا سياده المستشار؟ المستشار طلع ينتقد مدرس مصري عشان الراجل قال الحقيقه. المدرس قال ايه بقى؟ يعني انا جدي اكبر من السعوديه. ايوه طب هو الراجل قال حاجه غلط؟ ده بدل ما تقول له ربنا يطول في عمر جدك ربنا يديه الصحه. وبعدين ده انت راجل شاعر وكاتب كبير، المفروض يعني انك مذاكر وعارف تاريخ بلدك كويس ومتاكد ان الكلام اللي لما يقول الراجل ده صح. المملكه السعوديه بالفعل اتاسست سنه 1932 ميلاديا عن ايد الملك عبد العزيز عبد الرحمن ال سعود، يعني من حوالي 93 سنه بس. ومصر حضرتها يا سيد 7000 سنه قبل الميلاد، والدوله الموحده فيها قامت على يد الملك مينا نارمر سنه 3150 قبل الميلاد. العرب يا جماعه كانوا عايشين في الجزيره العربيه. بص ما كانش في حاجه زمان اسمها السعوديه والكويت والامارات، ما كانش في الكلام ده، بس كان في مصر بفضل الله. بفضل الله بلادنا عظيمه والسعوديه برضه كويسه، لكن ما ينفعش ابدا تتكلم عن البلد اللي علمت الناس الطب والهندسه والعلوم. وتخيلوا المستشار بيرد على المدرس الفاضل لما يقول له ايه؟ لما يقول له احنا اكتشفنا رسمه جمال على صخره عمرها 12000 سنه. على ايه؟ على صخره؟ طب سمعونا الصخره بالذمه. وبعدين مين اللي قال لك ان شويه الجمال دول دليل على وجود دوله؟ دول يا دوب دليل على ان كان في شويه بدو رحاله ما يعدوا من هنا. وبعدين خد هنا ازاي تتكلم على بلد زي مصر فيها مدينه واحده زي الاقصر فيها تلت اثار العالم، معابد بقى وذهب ورسوم فرعونيه وتحنيط، وعندنا الاهرامات واثار ما تتعدش ولا تتلم، وجاي تقول ان احنا عندنا صخره عليها جمالين؟ لا بالذمه سمعوني صخره تاني. ولسه يا اخويا كنت في دبي الاقيهم جايبين لك خيشه وجلابيه وشبشب وعاملين لي متحف، ويقول لك ده متحف الحضاره الاماراتي. ده انا والله العظيم كنت هتجنن، متحف حاطين لي فيه شبشب وجلابيه وعجال. ده انت لو عندكم على كي 1% من اثار مصر كنتوا وقفتوا طرطرتوا على العالم. وبعدين انت المفروض راجل تمثل دوله، رايح ترد على مدرس مواطن عادي لا يمثل الا نفسه، وفي الاخر يطلع حد يقول لك احنا لما نعمل فتنه بين البلدين، لما يعمل فتنه حقيقيه التصريحات اللي هي المفروض انها خارجه من واحد مسؤول. اما مصر كام سنه يا شباب؟ 7. انت كبير جدا وعظيم، خلي بالك المصري ده جامد جدا والله، بس هو للاسف مش فاضي يكتشف نفسه الايام دي. طب لما يفضى بالذمه بخليه يروح يشوف الصخره بتاع السعوديه. ده احنا هنفضل نسمعك صخره ورا صخره لحد ما تصحى وتفوق وتعرف يعني ايه مصر وحضارتها وتاريخها. لازم تعرف كويس ان لما تيجي سيره مصر لازم تقف انتباه على تمن تركي وتمن رومي وربع لانشون بالزيتون وشير له وابعتوا له.